اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد مهم جدا هنتكلم فيه عن موعد وصول المدير الفني خوان كارلوس اوسوريو، وهنتكلم فيه على فوز الزمالك على البنك الاهلي، فوز مهم جدا. هنتكلم كمان على عوده اللاعب حمدي علاء الى صفوف نادي الزمالك. اتمنى قبل ما نبدا دعمكم يا زملكاويه للفيديو، اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. واول اخبار معانا، وقدر يفوز نادي الزمالك على البنك الاهلي بنتيجه 1-0. الاداء ما كانش افضل حاجه، ولكن اهم حاجه ان انت تاخد الثلاث نقاط من المباراه علشان برضو الزمالك يحسن موقفه في الدوري اللي هو وصل دلوقتي ل 36 نقطه. احسن حاجه في المباراه امبارح وهو محمود حمدي الونش، اللي هو اللاعب اللي بيلعب بشكل رجولي وفي نفس الوقت كان افضل رجل في المباراه، ودي الجائزه اللي حصل عليها. في نفس الوقت برضو حمزه المسلوسي برضو ظهر بشكل مميز جدا وعمل اداء كان حلو جدا في المباراه، واحمد فتوح هو كمان كان عامل جبهه محترمه جدا، وفي نفس الوقت كان فارق كتير جدا في المباراه. مصطفى شلبي ظهر بشكل كويس جدا، وعلى فكره ده من وجهه نظري ممكن ناس تانية تشوف ان هو لعب بمستوى وحش، ولكن على الاقل هو كان بيحاول امبارح. مباراه كمجمل الزمالك ان هو اهم حاجه خد الثلاث نقاط. البنك الاهلي كان خطير جدا على الزمالك، ولكن اهم حاجه في النهايه ان انت خدت الثلاث نقاط من المباراه، وده اللي باذن الله الزمالك يحاول الفتره الجايه ان هو يعمله، ان هو يلعب على الثلاث نقاط بس. الاداء ممكن يجي مع المباريات والاداء ده ممكن يتحسن، وباذن الله القادم افضل لنادي الزمالك. خبر اللي بعد كده هنتكلم على موعد الوصول المدير الفني لنادي الزمالك خوان كارلوس اوسوريو. في نفس الوقت برضه هو قدامه بالظبط 48 ساعه للوصول للقاهره. احنا عارفين ان في نفس الوقت كولومبيا بعيده جدا عن القاهره، وهو ياخد ترانزيت لتركيا او فرنسا او انجلترا علشان يجي القاهره هنا مصر، وفي نفس الوقت برضه عشان يجي يدرب نادي الزمالك، وباذن الله يجي وفي نفس الوقت برضه وشنا حلو عليه، وفي نفس الوقت ينجح باذن الله مع الفريق. اتكلم بعد كده ان هو رئيس نادي الزمالك ان هو المدير الفني الجديد ده هياخد مرتب ما يقارب $1,500,000 خلال 12 شهر، وانا شايف ان هو مقبول جدا المرتب ده في ظل طبعا الازمه اللي فيها الدولار في مصر، واتمنى باذن الله ان هو يحقق نجاح مع نادي الزمالك. في طلع بعض الكلام كده بيقول ان المساعد بتاعه بيدرو ده لحد دلوقتي لسه مش مستقرين عليه. هو كمان ابلغ ان هو ما حدش كلمه ان هو عشان ينضم للجهاز الفني لنادي الزمالك. هو على فكره درب في المنطقه العربيه ودرب كمان الوصل الاماراتي، ولكن برضه اخوان كارلوس ما اتكلمش معاه ان هو يجي المساعد بتاعه في نادي الزمالك، ولكن لسه هنشوف الامور ماشيه ازاي ومين اللي هيكون المساعد لاخوان كارلوس اوسوريو. عايز اقول لكم ان مدحت عبد الهادي برضه هيكون في الجهاز الفني، او احمد مجدي، عبد الواحد، عبد المنصف، وكل ده برضه هيقيمه رئيس نادي الزمالك، والجهاز الفني ده اللي هيكون مع اخوان كارلوس اوسوريو. والخبر اللي بعد كده، والزمالك بيقرر عودة اللاعب حمدي علاء إلى صفوف نادي الزمالك الموسم المقبل. أنا شايف اللاعب ده سنه صغير، وفي نفس الوقت برضه الزمالك هيستفيد بيه مع عودته مرة تانية إلى الفريق. في نفس الوقت برضه أتمنى إن هم يمشوا محمد أشرف رؤى، وفي نفس الوقت برضه أكيد مستواه يكون أحسن من عمرو السيسي والناس دي. فاللاعب ده لسه سنه صغير وناشئ، وان شاء الله يكون اضافه قويه لخط وسط نادي الزمالك. مباراه الزمالك وحرس الحدود هتكون يوم الخميس القادم، وهتكون كمان في استاد حرس الحدود اللي هو استاد بتاع الحرس. وفي نفس الوقت برضه مباراه مهمه هترفع نادي الزمالك لو قدر يفوز الى 39 نقطه، ودي برضه حاجه كويسه جدا لو الزمالك قدر يفوز على حرس الحدود. بكده انتهى الفيديو الاخبار بتاع النهارده. ما تنساش يا زملكاويه تدعموا الفيديو بلايك، لو انتوا جديد عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفكم على خير، يلا سلام.